بعد سنوات من الجمود، أكدت وزارة النقل الإسبانية إعادة تنشيط المفاوضات بين مدريد والرباط لدراسة ما يسمى بالربط الثابت لمضيق جبل طارق، الذي يشمل تشييد نفق يربط بين البلدين تحت سطح البحر على طول 14 كيلومترا. ووفق ما نقلته صحيفة إسبانية، فقد عقدت اللجنة الإسبانية المغربية المختلطة اجتماعا جديدا عن بعد لدراسة مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقد في الرباط بين البلدين في فبراير، حيث جرى تأكيد الموافقة على تعزيز الدراسات الميدانية الأولية. وخلال بداية الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل الإسباني مع نظرائه المغاربة، أكد المسؤول الحكومي أن الاجتماع الجاري له معنى سياسي مهم، إذ يأتي بعد 14 عاما عن اجتماع طنجة في أكتوبر 2009، كما يعطي دفعة للدراسات الخاصة بمشروع ذي أهمية جيوستراتيجية قصوى لبلدينا وللعلاقات بين أوروبا وإفريقيا.